التقى نائب رئيس مؤتمر الإيغور العالمي السيد عمر مع كبار الموظفين ورئيس البرلمان النرويجي وممثلين عن الدولة الكندية وآخرين في المؤتمر الوزاري الأول حول تعزيز الحرية الدينية، والذي عقد في واشنطن في الفترة ما بين 23 والثالث من يوليو. وتم بشكل مفصل توضيح ما يسمى بمراكز التأهيل والتعليم الثقافي الذي أنشأته الحكومة الصينية في تركستان الشرقية، ودعت الحكومة الصينية إلى إغلاق هذه المعسكرات التي تشابه المعسكرات النازية في أقرب وقت ممكن، وإلى إطلاق سراح المحتجزين واحترام حقوق الإنسان. ذكرت صحيفة ساوث تشيانا مورنينغ بوست في 9 أغسطس في هونغ كونغ أن السكان المحليين في مدينة ويزهو بمقاطعة تونغشين منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي قد وقفوا في وجه الحكومة المحلية من أجل حماية مسجد وايتشو الذي تم بناؤه حديثا من أجل القضاء على اتجاه الأسلمة. وقد أصدرت الحكومة المحلية في 3 أغسطس إشعارا يطلب من لجنة الإدارة الدينية تفكيك مسجد ويتشو قبل 10 أغسطس، ووفقا للقانون إذا لم يتم تنفيذ الأمر فسيتم إزالته بالقوة، بادعائهم أنه لم يحصل على تراخيص البناء اللازمة. ووفقا للتقارير فإنه على الرغم من وجود عدد كبير من الأشخاص فإن المظاهرة كانت سلمية، ولم يقع أي حالات اشتباك بين المتظاهرين والحكومة في مساء 9 أغسطس. منذ إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في 8 أغسطس فرض عقوبات أمريكية على روسيا بسبب تصميم العميل البريطاني، بدأت روسيا باتخاذ إجراءات انتقامية ضد العقوبات الأمريكية الأخيرة، مما أدى إلى تدهور العلاقات الأمريكية الروسية. أفادت شبكة ما وراء البحار في 10 أغسطس قامت قوات التحالف بقيادة السعودية في 9 أغسطس بشن غارة جوية على حافلة مدرسية في شمال اليمن، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا جلهم من الأطفال وإصابة 77 آخرين. وكان الطلاب متوجهين إلى مدرستهم في الحافلة عندما تعرضوا لهذا الهجوم، وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها قوات التحالف بقيادة السعودية في سقوط مدنيين بغارات جوية، بحيث قصفت قوات التحالف سوقا محليا في مدينة الحديدة، مما أسفر عن مقتل 52 مدنيا وإصابة أكثر من 100 آخرين. أعلن نائب الرئيس الأمريكي بيرنز في خطاب ألقاه في البنتاغون في 9 أغسطس أن الولايات المتحدة ستبني الجيش السادس من الجيش الأمريكي، والذي أطلق عليه اسم فيلق الفضاء، بحلول عام 2020. وفي نفس اليوم قال رئيس لجنة الفضاء الوطنية الأمريكية إن الفضاء خضع لتغييرات أساسية، ولهذا يعتزم الرئيس الأمريكي ترامب إنشاء جيش للفضاء لضمان هيمنة الولايات المتحدة في مجال الفضاء وحماية أمن ورخاء الولايات المتحدة. وقال بيرنز إن تشكيل جيش الفضاء يمثل جولة جديدة من تطوير القوات المسلحة الأمريكية.